اوعى تروح ارابيكا قبل ما تتفرج على الفيديو ده. مبدئيا كده لو مستعجل ما تروحش هناك لان الطابور طويل جدا، اطول من طابور بلبن. انا نازل يوم الجمعه ومع ذلك الدنيا كانت زحمه جدا. انا اتفرجت قبل ما اروح على اكتر من ريفيو، كانوا كلهم بيتكلموا عن الديكور العبقري اللي شبه احجار الاهرامات. بس الحاجه اللي انا خدت بالي منها ان الديكور كله مستوحى من فيلم انسبشن. ايه كميه المرايات دي؟ بس الشهاده لله الحاجه الوحيده الفرعوني هي الست اللي قاعده بتقطف القهوه على جدران المعابد. ندخل بقى في المهم. لو عندك مشكله في ظهرك ما تروحش. مش لان الكراسي مش مريحه، هو مفيش كراسي اساسا، هما شويه مصاطب كده بنحاول نقعد عليهم. لو رايح تشتغل او تذاكر مفيش هناك اي فيش او كهرباء، فلو اللابتوب بتاعك بيفصل صدقني انت هتزعل. لو بتحب الكابتشينو او الفلات وايت او الماكياتو او الكورتادو ما تروحش هناك، مش عشان بيعملوهم وحش، لكن مش بيعملوهم اساسا، مش في المنيو. انا على العموم طلبت لاتيه واسبريسو وهسيبكم تشوفوا لايف التجربه. بقول لك على حاجه، معلش دوق ده كده. ايه ده؟ مش عارف صعب ولا ايه؟ كوبايه لبن ممتازه والله. انا حاسس ان انا صاحي بدري وبشرب لبن سخن. هو حلو قوي كلاتيه، بس كان ناقص بس يتحط فيه اسبريسو كان هيبقى عالمي بصراحه. ايه ده شبهه ولا ايه؟ حلو المكان بصراحه. مش عارف اقول ايه. اسيبكم بقى عشان الحق صلاه الجمعه.